كيفكن؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي إسراء جيمر. اليوم حلوة بلعبة سبيك اكس تي، واليوم طبعا يا جماعة رح شارك معاكم أخبار جديدة من شركة لعبة سبيك اكس تي. طبعا جايز هذه الأخبار وصلتني اليوم عن أشياء كثير 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 بتجنن، اللي يعني ألعاب وأشياء كثير كثير بتجنن رح تجي بالتحديث القادم اللي هو كثير كثير قريب. بس طبعا جايز قبل ما نبلش هذا الفيديو ما تنسوا تشتركوا بالقناة، كثير قربنا ل160 ألف مشترك، يلا نوصل يا جماعة، كثير كثير متحمسة. شكرا كثير على 158 ألف مشترك، شكرا كثير. ما توقعت انه رح نزيد تقريبا 3000 بشهر واحد وبس، تخيلوا. واو، شكرا كثير 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 يا جماعة، بحبكم كثير. وكمان يا جماعة ما تنسوا انكم جايز تروحوا تشوفوا الفلوج الجديد اللي نزلت على قناتي إسراء فلوجز. روحوا جايز تفاعلوا جايز كثير كثير على الفيديو الجديد اللي نزلت. رح ارجع جايز نزلكم كثير على القناة تبع إسراء فلوجز، فروحوا جايز رح تلاقوا رابط اكيد بصندوق الوصف تبع الفيديو. وبس هلا خلينا نرجع لموضوعنا تبع اليوم ونبلش. فطبعا يا جماعة بيكيكسي بعتوا لنا رسالة عندها علاقة جايز يعني هيك السنة القمرية. قالوا لنا انه السنة القمرية يعني اجت وبنحتفل فيها، بس لسه ما اكتمل الاحتفال. يعني قالوا انه هذا الاحتفال مليء بالطعام اللذيذ والالعاب النارية والموسيقى الرائعة. يعني الموسيقى اللي عملوها باللعبة جايز ما بعرف لو بتقدروا تسمعوها، بس بتجنن عن جد، كثير حبيتها، بقدر اسمعها لساعات، عن جد كثير حلوة. وكمان الملابس الحلوة هاي الموسيقى المناسبة للاحتفال بداية السنة الجديدة الصينية. فيعني كل شي كثير كثير بيجنن. وكمان جايز يعني بس لسه جايز العالم يعني شوي مظلم بسبب اختفاء القمر، لأنه طبعا زي ما بتعرفوا القمر اختفى بهذا التحديث. فلازم جايز انه نضيء جميع هدول الفنانيس، وعملت لكم عنها فيديو مخصص عن هذا الاشي لوحده. فلازم نضيء الفنانيس عشان جايز بالليل، احنا هلا بالصبح اوكي هلا حاليا. طبعا يا جماعة اوريدي عملت لكم عنها فيديو. طبعا احنا حاليا بالصباح، بس طبعا لما بيجي الليل فالقمر خلص بيختفي وبيصير كثير ظلام. فعشان ما يصير جايز ضوء، لانه ما موجود على فكرة القمر، فعشان يصير ضوء لازم نضيء هدول الفنانيس. فالمهم بس طبعا جايز لسه ما اكتمل يعني هاي الفرحة هاي، ولسه ما اكتمل الاحتفال. لانه يا جماعة لسه انه اشي جديد رح يجي، لسه في شيء نار شرار دمار قادم. وكمان طبعا جايز هذا كأنه تحدي اللي احنا لاعبين بيكيكستي لازم نتحد ونتعاون فيه، عشان زي بكل تحديث احنا دايما نتحد يا جماعة يا لاعبين بيكيكستي، دايما بنتحد زي بالتحديثات تبع زيرو جرافيتي، بنتحد عشان انه نرجع الجاذبية. وهذا كمان تحديث لازم نتحد عشان نرجع الضوء. يعني كل لاعبين بيكيكستي لازم انها تضيء هدول الفوانيس عشان نرجع الضوء لبيكيكستي. فيا جماعة طبعا يعني احنا لاعبين بيكيكستي هلا صرنا بنتحد كثير. اخي الصغير اجا بيقولكن هاي. انا جديد. شوفوا فيديو صبر. بيقولكن شوفوا الفيديو تبع إسراء فلوجز. عنديش قناتي واحد. بيقول انا ما عنديش قناة واحدة. المهم وكمان عشان انه جايز يكتمل هذا التحدي تبع الاضاءة تبع الفنانيس، فطبعا يا جماعة عشان نكمل هيك تبع الاضاءة تبع الفوانيس لازم انه يضيفوا اشي اللي رح يكملنا هاي الاحتفال ويكملنا التحدي، واللي هو جايز رح يضيفوا لنا اخي صغير حطوا لك فيديو. ايوه حط لك فيديو. فطبعا جايز راح يضيفوا راح يضيفوا باركور باللعبة. يس طبعا راح يضيفوا جايز باركور. اوريدي عملت لكم عنه فيديو، بس هذا الايميل لما وصلنا فيه اخبار اكثر اللي بيحكوا لنا فيه عن تفاصيل اكثر. طبعا جايز هذا الباركور الجديد سمعت لكم، اوريدي عملت لكم عنه فيديو، بس هذا التفاصيل اكثر. فجايز المهم طبعا جايز يا جماعة بهذا الباركور الجديد رح يكون كثير بيجنن. وكمان طبعا رح يجي سلاح قمري جديد في الأيام القليلة الماضية. واو مذهل، أليس كذلك؟
يب رح يضيفوا طبعا جايز بدلة جديدة كثير بتجنن. يعني الشكل تبعها كثير يعني كأنه سماويا، لأنه في هيك شكل تبع القمر وهيك كثير بجنن. ورح يكون جايز يعني رح نجرب سحر الطيران، استمتاع بكل شيء من أعلى. وقالوا انه هالبدلة رح تجي جايز رح تساعدنا عشان نوصل للقمر ونلاقيه. طبعا اعتقد انهم بيحكوا عن هاي البدلة هاي، بس ماني متأكدة جايز عن جد. يعني اعتقد انه في بدلة جديدة او هاي، لانه هي اللي بتخلينا نطير نوصل للقمر. عن جد ما بعرف. وكمان جايز قالوا ان نتمنى انك تستمتع بالالعاب المصغرة اللي هي الميني جيمز، اللي جايز عندها علاقة يعني بال تو ذا توب، لعبة تبع تو ذا توب اذا بتتذكروا او اذا بتعرفوها. هي هاي اللعبة اللي موجودة بالشاطئ الجديدة، هاي تبع الايموجيات انا بسميها. فقالوا انه يعني رح يضيفوا لعبة جديدة اسمها جولدن رينجز، او مو جولدن، اسفة اسمها جليتر رينجز، اللي هي الباركور تبع الحلقات، هيك اسمها حلقات صغيرة. عشان جايز انه الاشياء الناس اللي بتحب الارتفاع حقا، فإن لعبة تو ذا مون اللي هي هاي لعبة تو ذا توب غيروا لها الاسم، رجعوها تو ذا مون، يعني لعبة الى القمر مو الى القمة، الى القمر، لانه احنا هلا بالسنة القمرية اختفى القمر. صاروا كثير اشياء، بدلت القمر كثير اشياء بتجنن. وقالوا جايز بالاخر تبع الايميل او بالهيك يعني شو اسمه يعني بالختام تبع هذا الايميل، قالوا انه نتمنى انك تستمتع بالميزات الجديدة القادمة، رح نجمع فيها الفوانيس ونحتفل ونلعب بالباركور الجديد. فقالوا انه كمان في اشي كثير بيجن رح تنضاف ميزة. قالوا انه سمعت، قالوا كدت أن أنسى، هيك قالوا بالأخير إنه كدت أن أنسى قطعة ثرثرة ساخنة جدا، يعني إشي كثير فاير، إشي كثير واو. سمعت أنه سيتم إطلاق ميزة جديدة فائق قريبا، يعني رح تيجي ميزة كثير بتجنن قريبا. فقالوا إنه هالميزة يعني ما قالوا عنها ولا إشي، وقالوا إنه كل ما أعرفه هو أنه قيل لي أن أبدأ التدريب مثل عداء. يعني واو، رح تنضاف ميزة جديدة عندها علاقة بالعداء، يعني الجري الركض. واو، عن جد كويس، كثير فضولية أنا بخصوص هاي الميزة، يعني كثير متحمسة عشان أعرف إيش هي، لأنه قالوا إنه رح تكون ميزة كثير بتجنن. وكمان قالوا إنه رح يبعتوا لنا إحنا اليوتيوبرز اللي يعني أنا رح يبعتوا لي إيميل جديد بهذا الأسبوع، كمان عنده علاقة بالأشياء رح تنزل قريبا. أعتقد رح يخبرونا فيها عن الموعد وأشياء تفاصيل أكثر. رح أورجيكم صورة تبع الباركور قبل ما نخلص هذا الفيديو. طبعا جايز هذا هو الايميل لك، وهي الصورة الاولى اللي بعتوها. بعدين جايز بعتوا هاي الصورة اللي عندها جايز علاقة بهذا الباركور الجديد. فهذا هو الباركور يا جماعة، كثير بيجينا يعني نحن نفوت من هون. بعدين جايز لازم نجمع هدول الحلقات. لو بتتذكروا هذا الباركور يعني اوريدي كان موجود في بيكي اكس تي، يب، فكان موجود بالتحديث تبع شو اسمه، تحديث تبع زيرو جرافيتي، ايوه تبع جاذبيه. وكمان اعتقد تحديث الحيوانات او اشي زي هيك. المهم كثير متحمسه لانه هذا الباركور كثير بيكون ممتع جدا. وكمان اعتقد ومن الواضح انه هذا الباركور رح يكون عنده علاقه بهالبدله، يعني كل ما رح نبلش الباركور رح يعطونا هالبدله مجانا، زي ما كان بالزيرو جرافيتي كانوا بيعطونا بدله تبع الطيران مجانا عشان نلعب باركور. بس لما بخلص باركور فخلص بتنشال البدله. وبس هيك طبعا جايز رح نخلص هذا الفيديو. فما تنسوا انكم تشتركوا بالقناه وتكتبوا لي بالتعليقات كم نسبه حماسكم. كمان اشي كثير مهم زي ما قلت لكم باول فيديو، ما تنسوا انكم تروحوا تشوفوا الفيديو الجديد اللي بقناتي اسراء فلوجز وتشتركوا. ايوه تشتركوا، لانه لسه رح نزلكم كثير فيديوهات جديده. يعني القناه ما رح اسحب عليها، رح صير ننزل فيها كثير، يب تقريبا كل اسبوعين كل اسبوع اشي زي هيك. المهم رح احاول انزلكم كثير. المهم بس هيك بحبكم كثير، اشتركوا بالقناه وبس، باي.